هتجدد عقدك مع الاهلي يا امام؟ امام كان رده غريب على المراسل، رغم ان السؤال ده اتساله امام في لقاء سابق قبل مباراة الاهلي ووادي دجلة النهارده بكتير. السؤال ده اتساله امام بعد احدى مباريات المنتخب في افريقيا. امام قال انا تحت امر النادي الاهلي لو عايزني مش هتاخر. بصراحة يا جماعة امام عاشور من اهم لاعبي الاهلي، رغم ان زملكاوي بس احقاقا للحق لا، امام فارق كتير جدا مع النادي الاهلي، ونسخة امام عاشور مع الاهلي اقوى من نسخة امام عاشور مع الزمالك، لدرجة ان معلقين بطولة افريقيا اللي مش مصريين قالوا عليه انه لاعب مؤثر. اللي عايز اقوله ايه يا جماعة؟ اللي عايز اقوله ان ادارة الاهلي المفروض تراضي امام عاشور وتجدد له عقده بالرقم اللي يقول عليه امام. انت دلوقتي لو رحت جبت لاعب محترف شوف هتدفع له قد ايه، وهتدفع له كمان بالدولار، فما بالك امام عاشور لاعب مصري واحسن مليون مرة من اي لاعب اجنبي، وبيتعامل بالجنيه المصري. بعض جماهير الاهلي هتلاقيهم متفقين معايا تماما في اللي انا بقوله، والبعض التاني بيقول يجدد بشروط الاهلي، غير كده براحته. يا ترى يا جمهور الاهلي انتوا رايكم ايه؟ الكابتن خطيب يجدد لامام عاشور بالشروط اللي عايزها امام، ولا رايكم ايه؟ هنستناكم في التعليقات.